صباح الخير، أنا عبد الرحمن ودي أول حلقة من كورس Large Language Model Engineering أو LLM Engineering على قناة AI Lab بالعربي. النهاردة هنتكلم على أول خطوة فعلية في رحلتنا، وهنبدأ نجهز الانفايرمنت أو بيئة العمل، ونتعلم مع بعض مفاهيم أساسية أو main principles زي إيه هو البرومبت، إيه هي الأولامة، إيه هي المكتبات أو اللايبرز. وكمان هنتعلم أو هنتعرف على فرق مهم جدا جدا بين نوعين من البرومبتس، واحد اسمه اليوزر برومبت والسيستم برومبت. اول حاجه يعني ايه برومبت؟ البرومبت هو ده الحاجه اللي انت بتقولها للسيستم، او ده الكود او اللغه او الطريقه اللي انت بتتكلم بيها مع السيستم. في عندنا نوعين من البرومبت، حاجه اسمها سيستم برومبت، ودي عباره عن رساله داخليه اللي بتتقال للنموذج نفسه او للموديل علشان يفهم هو مين وبيعمل ايه. يعني مثلا لو عايز الموديل بتاعك او النموذج بتاعك يتكلم كخبير تسويق او كاكسبرت في الماركتنج، ممكن نقول له انت خبير تسويق رقمي محترف، هدفك هو مساعدة المستخدم او اليوزر فان هو يعمل كرييت او ينشئ كامبين ناجحة، سكسس كامبين او حملة ناجحة، وتستخدم لهجة ودية واضحة. ده بيساعد النموذج يفهم دوره والنبرة اللي بيتكلم بيها. تاني نوع معانا اللي هو اليوزر برومبت، ودي الرسالة اللي بيكتبها المستخدم او اليوزر عشان يبدأ التفاعل مع النموذج. مثلا ساعدني اعمل حملة اعلانية لمنتج في السوق المصري. النموذج بيرد بناء على الاثنين برومبت مع بعض، اللي هو السيستم برومبت واليوزر برومبت، اللي بيوضح اليوزر اللي هو بيوضح المهمه، والسيستم اللي هو بيوضح الدور اللي هيستخدمه. هنستخدم ايه في الحلقه دي؟ هنستخدم الجت، الجوبيتر لاب، الاولاما. الجت ده علشان ده اللي نقدر نخزن فيه الاكواد بتاعتنا ونقدر نشارك بيها مع الناس كلها بطريقه سلسه وسهله. الجوبيتر لاب ده المكان اللي احنا بنكتب فيه الكود بتاعنا بشكل تفاعلي. الاولاما ده اللي بنشغل بيه اللارج لانجوج موديل على الجهاز بتاعنا بطريقه مجانيه عشان نقدر نجرب اللارج لانجوج موديلز ونقدر نجرب البرومبتس اللي احنا نقدر نستخدمها.